منك جنب دراعك جامد، خليك ناشف كده. انا هحاول ازقه بس انشف عليا. بص بقى، عايزكم لما ببص وانا بزق كده بصوا لتعبيرات جسمه كلها. وشي ولا جسمي؟ الاثنين، يعني جسمك بقى التوتر اللي باين على جسمه، ويشوفوا ايده عامله ازاي ولا هو بيتحرك. تمام؟ انا بحاول ازقه كده بهدوء، ماشي؟ لا هتعرف تكون هادي وانت مش بتزق. اعمل ايه؟ تكون هادي، اهدى من كده. اهدى من كده. بتقعد بهدوء يعني. بس وانا ساكت. اللي بيحصل دلوقتي ان هو طيب انا هعمل له حاجه هخليه يكون هادي، في نفس الوقت ازقه ما يحصلش التوتر ده عن طريق ان هو هوجه له الطاقه بتاعته كلها او اغلب الطاقه خلاها توجه ناحيه المكان ده، فتخلي المكان ده يبقى صلب. وهو ده توجيه الطاقه المقصود بيه، ان انا اوجه الطاقه في المكان اللي انا عايزه. التنفس هو اول حاجه بتساعد على وجود الطاقه. عشان كده حتى مصر الصراحه قال لكم ايه هنا، سلكوا دول تنفس. تمام؟ فنتنفس صح. انا عايزه منك امسك الهام كده وافهم. ملهاش لازمه، الموضوع من كله ملوش دعوه بالعضلات ولا كده؟ بالعضله، ماشي؟ زق 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 بزق. شوف انا كده بقاوم معاه، ايدي مقفوله، شوف ايدي دي انا اقفلها اهي وبقاوم معاه، وشوف التوتر اللي في ايديا. ده طبيعي. طيب تاني بص بقى، ومستعد لو الصبح عادي، انا مفيش اي مشكله خالص، ايدي دي سايبه. انا مفيش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا قلت ان الاكسجين هيفضل هنا. هو بيزق في الاكسجين، زق زي ما انت عايز، مفيش مشكله خالص. وقت اللزوم لو حابب اوقعه بس انت قلت اوقعه مش هيكسر دراعه. لا قلبتها حاجه ثانيه خالص بقى، لطقها كيلو. تمام؟ طيب اعملها انت بقى، اقف. اعمل ايه؟ اقف بص يا سيدي، انا عايزه اطلع بره اللعبه دي. خد نفس، غمض عليك، اتنفس وانت بتتنفس الاكسجين ماشي كده. شوف زي ما بقول لك كده، قاعد الاكسجين ماشي كده بالراحه خالص. عايزك تقاوم معايا بالراحه خالص، كل شويه قاوم معايا بالراحه. بالظبط كده. تمام؟ ركز في انت، افتح ايدك بالظبط كده، خلي ايدك مفتوحه. رائع. الاكسجين بيروح ناحيه دراعك. تمام؟ صدقني تمام. هو هادي جدا. يعني هو بنفس الزقه اللي كنت بزقه المره اللي فاتت بيها. عايز ايه المره دي؟ عايز يعني يبقى قوي. اهدى شويه، اجمد شويه. ايه؟ بقى ساحر. وبقيت ساحر. والله ما ساحر، على فكره انتوا هتعملوها مع بعض دلوقتي. انا كل اللي عملته بمنتهى البساطه ان انا كل فكره خدت نفس وهو بيعمل كده، انا بساعده وخليته الاول. خلاص بصوا هتعملوا ايه بقى؟ بدي فرصه للدراع، بدي كده هو بيتنفس والاكسجين بيروح، بدي فرصه، بدي امر للدراع هنا عشان العقل يعرف ان في هنا في مقاومه، ويبدا يولد خلايا دفاعيه. الخلايا الدفاعيه دي عن طريق الاكسجين، فيبدا مع كده شويه اقول له ابدا نشف، تبص تلاقي ان هو بيقاوم من غير اي جهد. ده اللي هو سحب الدراع. لصاحب الدراع. طب سؤال، حتى لو حضرتك لو زودتك هتبقى تحاول معايا الدفاع يزيد اكتر. اوكي. مهما كان اللي لكن الشخص اللي بيزق كل اللي بيعمله بيزق بس. هو بيزق بس. هو هيجرب مره ثانيه. احنا بنحاول، انا هنا بولد ده تدريب على توجيه الطاقه، ان الشخص ده هو اللي بيتدرب وانا بحاول اساعده، وبعد كده بنبدل ان انا اقدر اوجه الطاقه. بعد كده لو جيت اشتغل الطاقه وانا بشحن مثلا، خلاص هيبقى سهل عليا ان انا اتنفس كويس واشحن مثلا، او ان انا اقيس ان انا خلاص عرفت ان الطاقه هوجه ناحيه دراعي، فعرفت ان انا اتنفس بطريقه معينه، اوجه الطاقه، اتحكم اوديها فين. التنفس عادي اي طريقه اللي انا عايزاها. التنفس باي طريقه تعجبكم. اهم حاجه بتاخد الاكسجين يروح ناحيه المكان اللي انت عايزه. لان التنفسات مع كل تنفس في تكنيك ممكن اولد حاجه جديده خالص. يعني مثلا بيبقى في حاجات زي كسر الطوب مثلا. فكره كسر الطوب مش مبنيه على عضل، مش مبنيه ان انا اجيب قلب طوب واروح نازل، لان لاي حد اقول له اكسره هيعمل كده، هيروح جايب ايده لفوق قوي كده ويروح نازل كده، وانا ده مش هو ده المطلوب، لان حضرتك ده ممكن تتبني على عضل، ده لو حد هيكسر طوب. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي انا بطلب منه ان هو لو هو قلب الطوب هنا، بطلب منه ايده ما تطلعش زياده عن كده وينزل كده يكسره، فبيتكسر عن طريق ايه؟ ان انا بخليه يتنفس كويس واخليه يوجه الطاقه كويس جدا، فبيحصل كسر، لان طاقه الانسان عاليه جدا 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 جدا. خش. اتفضل.